السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي للأبد. مبروك النهاردة الثلاثية الجديدة للنادي الأهلي على حرس الحدود 3-0. النادي الأهلي النهاردة لعب ماتش كويس جدا. الشوط الأول يعني ما كانش هو النادي الأهلي، بس طلعنا كسبانين 1-0 بالنيران الصديقة. وجبنا جونين حلوين قوي في الشوط الثاني. نبدأ كده بالتشكيل. طبعا كان في تغييرات كتيرة جدا النهاردة. كان محمد الشناوي حراسة المرمى، قدامه عبد المنعم ورامي ربيعة. على اليمين خالد عبد الفتاح، وعلى الشمال علولو اللي ملوش بديل لحد دلوقتي في النادي الاهلي. ابتدى في خط النص بالقندوسي جنب عمرو السولية، قدامه قفشه، طاهر محمد طاهر، واحمد عبد القادر، وكان محمد شريف مهاجم صريح. النادي الاهلي ابتدى الماتش ده عشوائي قوي جدا، يعني بينقل الكرة كتير والكلام ده، هو اللي مسيطر على الماتش بالكامل. مفيش هجمات لحرس الحدود، لكن عشوائية رهيبة. ومصمم ان هو يعني يجيب جون من القلب. طب ليه؟ يعني ما عندنا الجناب النهارده ما اشتغلتش تقريبا. كان كله بيدخل للقلب. احمد عبد القادر عايز يدخل للقلب، وشريف، وحتى طاهر محمد طاهر. فكان في عشوائيه، ما كنتش عارف مين بيلعب ناحيه مين. قندوسي بيلعب شمال ولا يمين. قفشه كان بيحاول في خط النص. السولية يعني كان شويه في اليمين وشويه في الشمال. طاهر كان ليه محاوله. فعدى على خير الشوط الاول وجبنا جول بنيران صديقه. وبعد كده ابتدينا الشوط الثاني، كان حلو بصراحه. الشوط الثاني كان الاهلي ليه الشكل بتاعه، بيلعب بالطريقه بتاعته، فرض الطريقه بتاعته على حرس الحدود. قدرنا نجيب الجون الاول عن طريق احمد عبد القادر، والجون الثاني عن طريق طاهر محمد طاهر، وعودته للتهديف برضو مهمه جدا. طاهر غايب بقاله فتره كبيره عن التهديف. احمد عبد القادر بيروح ويجي، لكن مستواه الى حد ما كويس مع النادي الاهلي. النهارده اكتر مكسب للنادي الاهلي انا شايفه محمد مجدي قفشه. رجوعه ان هو صانع العاب وصنع جونين النهارده، يا ريت يكمل على كده. يعني انا مش محتاج من قفشه ان هو يجيب اجوان، لان طبعا لو جات له فرصه خلاص مؤكده ان هو يجيب جون، يجيب جون طبعا. لكن المطلوب منه ان هو يصنع، لان هو دوره الاساسي صانع العاب، وهو اهم واحد في المركز بتاعه في النادي الاهلي. انا شايفه هو اهم واحد لغايه دلوقتي. النهارده قدر يوصل احمد عبد القادر للجون، كرة حلوه قوي، واحمد عبد القادر حطها تحفه. والجون التاني برضو قطها مشرة لطاهر محمد طاهر، وطاهر محمد طاهر رزعها في الجون وجاب الجون التالت. فيا رب قفشه يستمر. اتمنى ان كولر يكون سبب في تطوير محمد مجدي قفشه ويرجعوا مستوى تاني، لان محمد مجدي قفشه مهم في منظومه النادي الاهلي. النادي الاهلي حقق 3 نقط النهارده، ريح ناس كتير، ريح حسين الشحات، ريح مروان عطيه، ريح حمدي فتحي. الناس دي محتاجه ترتاح. في ناس كمان، يعني الشناوي انا شايفه لازم يرتاح النهارده، معرفش يتصاب ولا لا، بس هو كمل الماتش، صمم ان هو يكمل الماتش. عمرو السولية برده مش عارف يتصاب ولا لا. محمد عبد المنعم لازم يرتاح. مين تاني؟ هو كان مريح بيرستاو ونزله بديل. علولو طبعا لازم يرتاح. يعني علي معلول احنا شايفين خلاص، يعني البطاريه بتفضى، فلازم يرتاح شويه. اتمنى ان النادي الاهلي ياخد الخمس ماتشات اللي جايين دول ورا بعض ونكسب. خلاص كده خدنا الدوري رسمي، والكام ماتش اللي بعد كده يلعب بالناس اللي مرتاحه بقى. يعني كريم الدبيسي ديرو، محمد فخري ادالهم النهارده الاثنين نزلوا، بس نزلوا في وقت متاخر شويه. اليو ديانج نزل بدل عمرو السوليه. ريح محمد شريف ونزل مكانه بيرستاو في الاخر. مين تاني؟ محمد مرتاح ونزل مكانه ياسر. فالى حد ما الدنيا كانت ماشيه حلوه قوي مع النادي الاهلي. اتمنى الناس دي ترتاح، لان محتاجه الراحه فعلا. عبد المنعم وعلولو والشناوي اساسيين طول الموسم في افريقيا، فاتمنى ان هم يرتاحوا شويه. يا رب الانتصارات دايما للنادي الاهلي، والف مبروك. يا رب اللي جاي يكون احسن للنادي الاهلي. وقدامنا لسه 5 بطولات، قدامنا دوري وكاس السوبر الافريقي وكاس السوبر المصري، وكمان عندنا دوري السوبر الافريقي. كل ده في ال5 6 شهور اللي جايين. فالاهلي محتاج كل العناصر اللي عنده. يا رب ان شاء الله ربنا يوفقه في كل البطولات. واشوفكم على خير في فيديو جديد مع اهلاوي الابد. السلام عليكم.